أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثامنة من عن العهري أتحدث. نجاح بني حمد. كل إشي عملته بهاي السلسلة برمز لإشي. عملت حلقات ونزلت كل يوم لأني كنت بدي أعيشها بحالة قلق، لأنه أنا لما كنت عندها وكنت أنام كنت أخاف أصحى الصبح. هل حتصحى تضربني؟ حتصحى أنت ستجابلي. Oh my god, thank you baby, they look so good. Oh baby, thank you. Oh ما أسكت والله، كنت بمود وصرت بمود تاني. المهم كنت بدي أحسسها بكتمة على قلبها، لأنه لو نزلته فيديو واحد على اليوتيوب وخلص كان كله طلع وزي الباندانا وطلعتها. كنت لا، بدي إياها تحس إنه كل يوم باليوم الثاني حيطلع عنها إشي جديد، بتضلها قاعدة هيك مش عارفة إيش بده يطلع عنها. نفس الكتمة اللي حسستني إياها وأنا ببيتها وأنا مش عارفة تاني يوم الصبح هل حتضرب لي الصبح، العصر، المغرب، حسب مزاجها. فضحت السفارة واختراقها للقانون لأنها رفعت علي قضية بالأردن، فأنا ورجيتها إنه الله حق وإنه أنت زورتي ولهيك أنت مش بأمريكا. قررت أحكي قصتها للعالم لأنه كنت عارفة إنه أنتوا حتوقفوا معي وحتساندوني وحتفوا بصباحها تماما زي ما كانت هي وخواتها يجتمعوا ويتنمروا علي. فشكرا لكم. حطيت وجهها على بلوزتي وراح ألبسها هاي البلوزة وراح أبيعها لقدام، لأنها كانت تحكي عني والعليكي شو بشعة بتشبهي أمك، فعشان أوريكم البشاعة وأوريها هي مين البشع فينا. وإذا بتلاحظوا بسلسلتي ما حكيت إلا عنها هي، لأني ما كنت بدي إياها تشارك الوجع مع أي حدا تاني. كنت بدي إياها تحس حالها وحيدة تماما زي ما حسستني حالي إني أنا وحيدة ببيتها. زي ما قطعت رجل بيت تيتا وسيدو، أخذت تليفوني، سكتتني، كل هاي الأمور كنت بدي إياها تحس فيها. بداية القصة لما جبت تاريخها الأولاني هذا انتقاما لأمي. أنا مش بس نصرت حالي ونصرت أمي معي، وقررت احط قصتها على التيك توك وعلى الانستغرام عشان وانا صغيره حكيت لكم كانت تخرسني، ولما بلشت انطق ضربتني. فهذا عشان اورجيها انه الله حق وانا ما بتخرس. هلا الهدف الاعمق من انتقامي عشان كل مرت اب كلبه تحسب حسابها انه لقدام هذا الطفل ممكن يكبر ويصير اشي وينتقم منك. وبرضه لكل وحده بدها تصير مرت اب، اذا انت مو قد المسؤوليه وانت عارفه انه عنده اولاد او العكس لا تتزوجي يا اختي. اذا بدك تاخذي واحد عنده بنت او عنده ولد عشان تعنفيهم بالبيت عشان مشاعرك ما قدرتي تتحكمي فيها لانك بتغاري من بنت صغيره، بلاها الزيجه يا اختي، لاقي لك واحد عزابي. بدي ننتبه ونعرف شو هو تعنيف الاطفال ونلاقي اشي نحاول نساعدهم فيه، لانه ما في مخرج. بلادنا العربية مش معرفة ايش هو تعنيف الاطفال. هلا في الضرب بهدف الترباية وفي الضرب الوحشي المبرح اللي مش معرف بالدستور ولا يعاقب عليه القانون الا اذا كان بالحالات الخيالية. وكمان اطلقت هاي السلسلة عشان احنا نشجع بعضنا انه نعمل حوار بناء كيف بدنا نحمي الاطفال من العنف، لانه انا مش اول وحدة بصير فيها هيك ولا اخر وحدة. حاليا واحنا قاعدين وانتم بتحضروا الفيديو في كتير اطفال عم بيعيشوا اللي انا شفته واسوأ لسه. فليش احنا ساكتين؟ ليش ما عم نتحرك؟ ليش مش قاعدين بنحميهم؟ اثبتت انه الناس ما بتخاف من الحلال والحرام، بتخاف من الفضيحة، بتخاف من القانون. فبناء على هذا الاشي لازم نتحرك. وبدي اذكركم بالطفل موسى، حكى 1000 مرة انا بتعرض للتعذيب بتعرض للتعذيب وما حدا سمع له. وبحبكم كثير.